السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابع قناة الشيف خالد. النهاردة جايبين حاجة جديدة زي ما عودناكم دايما. دي اسمها طاقية السلطان. شوف جمال الحلاوة، شوف حاجة زي السحر، وكل المكونات بتاعتها موجودة عندنا في البيت. هنعملها بخطوات سهلة وسريعة، بس ما تروحوش بعيد. بس كل اللي مطلوب منك اشتراك ولايك وشير عشان تعمل الحاجات الجميلة دي. ممكن تنفع للأولاد ياخدوها في اللانش بوكس الصبح المدرسة، يفطروا بيها بعد في السناكس على الغدا كده ولا حاجة بالليل. حاجة روعة. شوفوا عاملة ازاي، سفنج. يلا ما تروحوش بعيد عشان نبدأ. هناخد 3 كوبايات دقيق. هنعاير كل المعايير بتاعتنا بالكوباية دي. كوباية واحدة تبقى موحدة لكل المعايير. يبقى الدقيق كده معانا 3 كوبايات وربع. نبدأ معانا نص كوباية لبن دافي، وهناخد معاها نص كوباية مية. زي ما احنا شايفين احنا بنعاير بكوباية واحدة. معايا هنا معلقتين خميرة فورية. معايا 5 معالق سكر. هناخد معانا بيضة، هناخد البياض بتاعها بس مش الصفار. الصفار مش هنرميه طبعا، هنشتغل بيه، هنحتاجه بعدين بس مش دلوقتي. نضرب بقى كل المقادير دي مع بعض. بس الاول نحط واحد فانيليا. نحط واحد فانيليا. هو بيض البيض ملوش زفارة ولا حاجة، بس هنحطه تأكيد يعني. ونجمعهم كلهم مع بعض. هنزل بقى بأول كوباية دقيق وهنقلب. هنقلب أول كوباية، نقلبها كويس كده. وهنزل بعد كده الكوباية التانية. عجينة سهلة وهتحبوها عامة. ننزل بالباقي كده. هنخلي لسه ربع كوباية الدقيق، لو احتجتها هشتغل بيها. هضيف هنا بقى ربع كوباية الدقيق. كده بقى هنبدأ نشتغل بإيدينا. بسم الله. هزود شوية دقيق تاني كمان عشان بس العجينة تلم معايا. العجينة اتلمت معانا اهي. تمام. دلوقتي هنعمل حاجة واحدة بس. هنيجي نقطعها بالنص. نحاول نخليهم قد بعض. اخدنا النص التاني. هنجيب معانا معلقة كاكاو نحطها عليها. نبدأ نعجنها. نعجنها كويس بحيث ان العجينة والكاكاو يدخل فيها. هجيب معايا معلقة زيت. ممكن تستخدمي زيت، ممكن تستخدمي زبدة، بس عامة البريوش ممكن تعمل بزيت عادي. حتى هنبدأ نشوف ان الكاكاو
الكاكاو هيبدأ يتجانس معاها. نزود كاكاو تاني نص معلقة. يبقى في الأول لونها غريب بس بعد كده هيبقى شكلها كويس. كده العجينة بقى اتلمت والكاكاو هنسيبها بقى تخش تخمر ونرجع لها بعد ايه، بعد نص ساعة. ناخد النص التاني هنحط عليه معلقة زيت برضو نلمها كويس. وهندخلها برضو ايه البوتاجاز تخمر. نشوفها بعد كده. كده العجينة بتاعتنا بعد ما سيبناها خمرت ساعة، بسم الله ما شاء الله نعجنها. كده هنشوف التانية. دي العجينة التانية. نبدأ نفردها. هنحاول نفردها نخليها مستطيلة قدر الإمكان. بسم الله. الفرد بتاعها عجينة سهلة مش هتعذبكم يعني. نبدأ نفرد التانية، العجينة التانية البني قدر الإمكان تبقى قد العجينة التانية. زي ما انتم شايفين كده رفعناها فردناها لحد ما وصلت نفس المقاس بتاع العجينة التانية او تقريبا يعني. جبنا العجينة التانية هنفردها عليها. نغطيها كويس على بعض.
نديها فردة تاني عشان تمسك في بعض. كده احنا فردناها. معانا هنا شوية شوكولاتة هنحطهم. لو عندك شوكولاتة نوتيلا سبريت اي حاجة ممكن تتحشي، شوكولاتة بيضة اللي متاح عندك، ممكن تخليها على كده خالص من غير حشو. ما تخليش حاجة تقف قدامك يعني. بسم الله. متستعجلش عليها، براحتنا خالص. طبعا زي ما احنا هنسيب هنا في حتة هنقطع زي ما احنا شايفين كده اهو. ناخد بتاع الربع بتاعها هنقطعها زي ما احنا شايفين كده. عندنا دي كمان هنبدأ نلفها. ليه تبقى ايد ورا وايد قدام عشان تلف معانا متقطعش. كده خلاص لفيناها كلها. مملة شوية بس النتيجة تستاهل. نلف بقى العجينة كده خلاص. كده خلاص نجيب الصينية بتاعتنا.
هندهنها زيت. نجيب الصينية خلاص بعد ما ندهن الزيت. بسم الله. هنسيبها كده كمان تخمر ساعة، نشوفها بعد ما تخمر. زي ما احنا شايفين كده خلاص كده العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت في ساعة زي ما احنا شايفين حاجة بسم الله ما شاء الله. هنعمل ايه دلوقتي؟ الصفارة بقى اللي احنا كنا صفارة البيض اللي احنا كنا ركناها هناخدها ونحط عليها واحدة فانيليا وعندي معلقتين لبن. هنضربهم مع بعض. وهندهن الوش بتاعها العجينة كلها عشان تدينا وش دهبي حلو. طبعا في ناس بتلمع بلبن بس اللبن بياخد وقت كبير عشان يدي اللون الذهبي. البيض بيدي لون حلو واسرع عشان ما تنشفش معانا العجينة بتاعتنا. كده هندخلها الفرن تاخد الفرن نص ساعة. كده بعد نص ساعة وطلعت من الفرن زي ما احنا شايفين. هنجيب بقى دلوقتي الزبدة وندهنها على الوش عشان تطر معانا الوش شوية. كده هنغطيها شوية ونسيبها تبرد وبعد كده نطلعها من الصينية. كده بعد ما بردت معانا وحطينا الزبدة شوف طلعت عاملة ازاي. نبدأ نحاول نحرر جنابها بس. كده بعد ما قلبناها من الصينية وبردت حاجة بسم الله ما شاء الله. هنبدأ نقطعها ونشوف. بسم الله. واو، شوف الجمال الحلاوة عاملة ازاي. دي الشوكولاتة اللي دخلت في النص حاجة روعة. لو لسه معانا على الفيديو ياريت ما تنساش الاشتراك واللايك عشان نجيب وصفات جديدة كتير.